السلام عليكم البنات. اليوم غنصاوب واحد الاكله اللي هي سهله بزاف، يعني غير بالبيض والبطاطا. كما كتشوفوا هنايا معايا 4 ديال الحبات ديال البطاطا مسلوقين. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال الزبده، يعني من بعد ما سلقتهم ولقيتهم معصوم بحال هكا. زدت عليهم معلقه ديال الزبده، وغنزيد عليهم معلقه ديال النشا. غادي نزيد عليهم كما قلت لكم كنديروا معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال النشا وشي شويه ديال الملحه. الصدوق كما قلت لكم هي سهله بزاف وزوينه وفي نفس الوقت يعني سريعه. هانتوما كما كتشوفوا يعني من بعد ما معصتها مزيان غادي نكورها دابا على شكل ديال الصبيعات. هانتوما من بعد ما شكلتها على شكل كما قلت لكم ديال الصبيعات، يعني غنديرها غير بحال هكا في البرشيطه باش يدخل ليا في زعبه. غادي ندير المقله ديالي تخليه وندهنها بشويه ديال الزيت ونطيبها فيها، يعني ما تحتاج لا زيت لا والو، غير ندهنها غير بشويه الزبده ونطيبها. نتمنى كما كتشوفوا من بعد ما درت المقله شويه ديال الزبده تنطيبو، انا غير نديرها كندهلي نقلبوهم. كنخليهم باش يشربوا مزيان كما قلت لكم، غادي كنسويهم بحال هكا مدهب. نقلبوهم كيكونوا على هذا الشكل. من الجهه الاخرى نحيدوهم يعني بنفس الطريقه كيزربوا كيطيبوا بدنا شي وقت. يعني غنمشي على هذا الشكل كنسالي هذا الشيء اللي عندي كما كتشوفوا هكا، يعني كنقلبوهم كيكونوا مذهبين من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى كيجيو بنان كما قلت لكم في المذاق. انا غنكمل هذا الشيء عندي ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. كما قلت لكم كيجيو مع البيض كتخرج زوينه على مزينته، وكنتمنى تعجبكم الطريقه. هانتوما يا البنات من بعد ما ساليت الطياب ديال داكشي اللي عندي، يعني كما قلت لكم كنديرهم مع البيض مسلوق بحال هكا وندير لهم شويه ديال لاصوص من الفوق وكيجي على مزوينته في المذاق. وكنتمنى الطريقه تعجبكم بالصحه والراحه.